السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلنا إلى الفيديو الثاني أو الجزء الثاني من مقالة تحليل l'article d'analyse بعد الفيديو الأول التعريفي التأطيري. وصلنا إلى الفيديو الثاني حول توضيح العلاقة بين الأحداث وجزئياتها في مقال التحليل. إذا حاولنا إقامة علاقة بين ألف وباء من حيث النجاعة أو الفعالية أو الإيجابية إلى آخره، فإنه بالإمكان تدليل على أن ألف تتحقق في المواصفات المذكورة بعكس باء. نعم، بعكس باء. وقد يذهب التحليل إلى النقيض من ذلك، حيث تتحقق هذه المواصفات في باء وتنتفي بالنسبة إلى الألف. نعم، العكس بالعكس، يعني يتحقق أحدهما في الآخر. ويمكن للتحليل أن يؤدي إلى خلاصة مفادها أن هذه المواصفات لا تتحقق لا في ألف ولا في باء، أو أنها تتحقق في كليهما، أو أنها تتحقق بمقدار في أحدهما أو في كليهما. نعم، كما أن التحليل قد يتجاوز ألف وباء مقدما مقترحا بديلا عن جيم، إما عن طريق تجاوز الكامل أو التعديل الجزئي للألف والباء. نعم، هذا هو التحليل. قد نختصره هنا، نقول مثلا عندنا ألف علاقة ارتباط بينهما، يعني ارتباط بين ألف وباء في حالة ألف سهم باء، أو أن باء سهم ألف، يعني هذا يعني تنتفي، نجد هذا ينتفي هذا، والعكس هو الذي يقع بالنسبة لهذا. إذا تحقق هذا ينتفي هذا، إذا تحقق هذا ينتفي هذا، وإذا تحقق هذا ينتفي هذا. وقد لا تتحقق لا ألف، أما ألف زائد باء لا أحد يتحقق، إذن هنا لا أحد فيهما يتحقق، أو أن يتحقق أو أحدهما، أو أن ألف يتحقق بمقدار باء يتحقق بمقدار، أو أن أحدهما قد يكون باء أو ألف والذي يتحقق، أو لا، أو العكس، أن ألف زائد باء لا يتحقق أصلا ويتحقق جيم، هو الذي يتحقق. وقد يكون كليا، تحقق كلي لجيم، أو أنه مع باء أو مع ألف مع التعديل، قد يكون لوحده أو قد يكون تعديل لأحدهما. هذه العلاقات في التحليل نطبقها من حيث التطبيق، من حيث التنزيل. هذه علاقات تصورية صورية رياضية، يعني هي نموذج كيف نحلل المقال، كيف يكون التحليل في مقال التحليل، كيف يكون التحليل في مقال التحليل. Comment analyser dans l'article d'analyse. والسلام عليكم ورحمة الله. نلتقي في بناء مقال التحليل.